ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل أصحابي وكل حبايبي، جمعة طيبة عليكم بإذن الله. نبدأ الكلام بذكر الله، فلا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. قبل ما نخش في أي موضوع يا رجالة، اضرب اللايك والاشتراك، اللي ما اشتركش يتفضل ويشرفني باشتراكه على دماغي. معايا شوية أخبار لوز اللوز، خليك معايا ونبدأ الكلام في الذكرى ال 13 لوفاة جمهور النادي الأهلي العظيم في حادثة بورسعيد واللي حصل في مباراة المصري البورسعيدي. نقرا الفاتحة لجميع أمواتنا وأموات المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة كلهم وقفوا عند المنصب التذكاري للشهداء، ووقفوا وقروا الفاتحة. ربنا يرحم أموات جمهور النادي الأهلي وأموات المسلمين كلهم، ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. نخش في موضوعنا عشان معايا شوية أخبار. زي ما قلت لحضراتكم، عنب العنب واضرب اللايك، ما تنساش اللايك بيحفزني إن أنا أكمل وأستمر معاكم. تمام؟ لازم 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 كلنا نسقف لمارسيل كولر. ليه؟ أقول لك ليه. إدارة النادي الأهلي بتقول له شو خد سيديهات أهي، اختار لك مدافع من الدوري المصري. كولر قال لهم لا شكرا، أنا مش عايز ولا مدافع من الدوري المصري ولا مدافع من الدوري البلغاري، أنا مش عايز مدافعين. ليه بقى؟ كولر خد 9 ناشئين معاه في معسكر الإمارات الأخير، منهم 3 مدافعين. الراجل مقتنع بيهم، الراجل هيدي فرصة للناشئين. فاحنا بنشجع كولر وبنسقف لك يا مارسيل يا كولر. كمل واختار الناشئين احسن من تشتري اي لعيب من بره. ليه؟ الناشئ اللي متربي في النادي الاهلي يا جماعه واخد على البطولات، واخد عارف يعني ايه اسم النادي الاهلي. مش هنروح نجيب لاعب احنا من بره ولسه يتعامل ويتعود ومش عارف ايه. لا، ناشئين النادي الاهلي فوق ال 100 بس اديهم فرصه ونصبر على الناشئين زي ما عملنا قبل كده. عماد متعب، احمد بلال، حسام عاشور، حسام غالي. مش عايز اعد لعيبه عشان لعيبه كتير. يعني ادي الفرصه للناشئين، هتكسب الناشئ وهيبقى معاك زي الفل. تمام؟ لو استمر كولر في هذه الفلسفه والاعتماد على الناشئين، النادي الاهلي هيبقى فوق. اسمع مني، النادي الاهلي هيبقى فوق، نادي عظيم، نادي كبير بمبادئه بناشئيه بكل حاجه. النادي الاهلي لو مارسيل كولر اعتمد على الناشئين فعلا احسن من اي حد، وهيبقى قرار ممتاز من مارسيل كولر، وكل الجمهور هيسقف لك يا مارسيل يا كولر، وتبقى مدرب عظيم ومدرب عالمي. تمام؟ استمر وما تخافش من حد، استمر وما تخافش من حد. كل الدعم طبعا لمصطفى شوبير، كل الدعم لمصطفى شوبير. انا كان نفسي ياخد فرصه من زمان. الراجل ده اتحط في موقف يعني اصعب المواقف، لعب نهائي افريقيا قدام 70,000 متفرج. ما خافش وادى مباراه عالميه. الراجل ده لازم ياخد فرصته، وبحترم اداره النادي الاهلي ان هي ما تعاقدتش مع حارس مرمى. لا عايزين بسام ولا عايزين ابو جبل ولا عايزين مش عايزين حد خالص. تمام؟ الاهلي يعتمد على الناشئين، وكولر قال لهم انا خلاص، انا مش عايز اقفلوا حكايه الصفقات دي، مش عايزين صفقات، احنا خلاص قفلها ضبه ومفتاح. برافو 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 لمارسيل كولر، برافو. تمام؟ تخيل، نخش بقى على المفيد والكلام المظبوط. اضرب اللايك والاشتراك وخليك معايا. تمام؟ تخيل معي ان مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر 2023، مركز معايا؟ 2023 تاني، 2023 اللي هتتلعب في 13 مارس 2024. مركز معايا؟ طيب، نادي الزمالك عمل 10 صفقات. تمام؟ طبعا ال10 صفقات دول هيلعبوا ماتش النهائي بتاع كاس مصر 2023. هتقول لي ازاي؟ هقول لك معرفش. هو الاتحاد المصري شغال سمك لبن تمر هندي، عمال يضرب في البزراميط ويجيب البطيخ ويجيب، شغالين شغل كوارع.
كوارع، بيعملوا فتة كوارع وبيقعدوا يفتوا فيها. ما حاجه غريبه، يعني نهائي كاس مصر 2023 تلعبوا ب 10 لاعبين جداد في 2024. ازاي تيجي؟ ازاي دي تيجي ازاي؟ ما تسالش. حادثه لم تحدث الا في الدوري المصري وفي كاس مصر وفي كاس الرابطه، وزي ما انت عايز تقول قول، ما هي خلاص بقت بزراميط بزراميط. تمام. الزمالك يتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، تمام، لمده سنه ونص. تمام. كل ده حلو وكل ده زي الفل، ما فيهوش اي مشكله. امال المشكله فين؟ اقول لك يا سيدي المشكله فين. المشكله ان نادي الزمالك بيقول لك اتعاقدنا مع مدرب عالمي. حد شافه بيلعب في دوري بعيد؟ لا. حد شافه بيلعب غير مع كام فريق كده ما لهمش لازمه؟ لا. امال دوري عالمي بمناسبه مدرب عالمي بمناسبه ايه؟ حد يقول لي مدرب عالمي بمناسبه ايه؟ وصلنا لحد فين؟ انا مش عارف. يعني حد يقول لي احنا هنوصل لحد فين؟ تمام؟ يعني مدرب عالمي بمناسبه ايه؟ ده كل اللي مسكه، يعني اكبر فريق مسكه جوزيه جوميز ده الاهلي السعودي والتعاون السعودي وبنياس الاماراتي، بقى مدرب عالمي بمناسبه ايه؟ ما تفهمونا. يعني انتوا بتضحكوا على جمهوركم؟ الاداره دي بتضحك على جمهورها ولا ايه بالظبط؟ جمهور الزمالك جمهور واعي وفاهم. ما تقولوش انا جايب لك مدرب عالمي وهو مدرب بزراميط. يا عم مش كده، اتكلم كلام كوره عشان جمهورك يحترمك. انت هتعمل زي الاداره اللي فاتت، يقول لك سمك تقول له لبن يقول لك تمر هندي. ايه يا جدعان؟ اتكلموا كلام كوره. في مدرب عالمي بمناسبه ايه؟ حد يفهمنا مدرب عالمي بمناسبه ايه؟ ايه اللي عمله خلاه عالمي؟ ايه اللي عمله خلاه عالمي؟ ده ما بيكملش 6 7 شهور في اي نادي وبيمشوه. مدرب عالمي بقى بمناسبه ايه؟ معنا فهمونا، احنا عايزين نفهم عشان ما اطولش على حضراتكم. اللي ما اشتركش يتفضل ويشرفني باشتراكه على دماغي، وبشكركم. واضرب اللايك وما تنسانيش في اللايك. تمام؟ انا بستنى لايكاتكم بتشير الفيديو وبتخليه ينتشر. بشكركم. ونخش بقى في اخر حاجه معانا. كل جمهور النادي الاهلي يقرا الفاتحه النهارده للشهداء. كل جمهور النادي الاهلي يقرا الفاتحه لشهداء النادي الاهلي اللي توفوا في حادثه بورسعيد، الله لا يعودها. كله يقرا الفاتحه للجمهور اللي توفى وربنا معاهم. تمام؟ وكل جمهور النادي الاهلي مع مصطفى شوبير الحارس الاول في النادي الاهلي بعد اصابه الشناوي. كلنا معاك يا شوبير، كلنا معاك يا درش، كلنا وراك يا درش، وكلنا معاك يا درش. كل الدعم لمارسيل كولر ومصطفى شوبير، على ان مارسيل كولر رفض يجيب مدافع وهيعتمد على الناشئين. بنشكر مارسيل كولر. استمر. وشكرا لمصطفى شوبير، وربنا معاك يا ابني. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم.